تخيلوا كده لما واحد من اقوى مطاعم مصر في الاكل بالنسبه لي يفتح احلى فرع موجود على النيل في مصر، فالتجربه هتبقى عامله ازاي؟ ده اجدد واحلى فرع المحمدي باصص على اوسع حته في النيل في كورنيش المعادي. وليه بقول على الفرع ده احلى فرع انا شفته؟ تعالوا نبدا باللاندسكيب الخطير الواسع ده بالاشجار. قعدوا يبنوا في الفرع ده يا جماعه سنتين عشان يطلع بالجمال ده، وعملوا اقرب قعده على النيل بترابيزات شيك، دفايات في الشتاء وتكييفات في الصيف، وقعده برايفت لو جروب كبير. والمحمدي ما سابش تفصيله صغيره، من اول البارك بره والرامبات والاسانسير وكيدز اريا ومسجد بفيو خطير. ومع قعده النيل في 2 اندور اريا شايفين النيل برضه. وبما ان الجو بدا يبقى حلو فعملوا الازاز سلايدنج لو عايز تفتحه، 3 برايفت رومز بالفيو الخطير ده يتفتحوا على بعض لو عندك عزومه كبيره. دي بقى الفي اي بي روم، وعاملين 3 في اي بي رومز. انا ما شفتش شياكه وفخامه كده في مصر يا جماعه، بسيرفيس بتاعه الاوتيلات لو عايز تحجزهم لو عندك اجتماعات، وبيفتحوا على بعض. تخيلوا بقى الحاجات اللي انا قلتها دي كلها وبالقعده دي مع اكل المحمدي. نبدا بشوربه المحمدي. بعد شوربه المحمدي لازم تجربوها. تعالوا اقول لكم اجمد الاطباق عندهم، ونبدا بكبده الحاجه بالسمنه البلدي، ده يا جماعه ما يتفوتش، مع مشاوي المحمدي يا جماعه اللي لا يعلى عليها، وبالذات الريش والكباب. عندك في الطواجن طبعا محشي ورق عنب بالكوارع، وعندك لحمه رقبه الوليمه اللي دايبه دوب، والضلع بتاعهم اللي العظم بيطلع منه، ولازم موزه روست. ولو انتوا عدد كبير هاتوا اختيارين، يا اما تجيبوا الكتف السيجنيتشر سلو كوكد بتاع المحمدي باللحمه الدايبه الخطيره ويتاكل بالعسل، او تجيبوا طبق البيف لافرز اللي السيرفيس بتاعته بتتعمل على الترابيزه، وده بقى مختلف، نخاع بقى وستيك وشورت ريبس ولحمه ستافد وسجق، وفي الاخر ينزل لك كنافه وشاي مع غروب الشمس. انت مش عايز حاجه تاني.